أشوفك آية بين الناس. لعله للمرة الخامسة أو السابعة أو العاشرة لا أعلم، أكدت على هذه الحقيقة أن هذا البرنامج وهذا العنوان الذي وقفنا عنده لليال مضت، وهو من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، ليس الغرض منه إقصاء ورفض السنة أو الموروث الروائي، سواء في بعده الوارد عند أهل السنة أو في بعده الوارد عند الشيعة. ليس هذا هو الغرض منه، وهذا ما أكدته مرارا وتكرارا، وأؤكده للمرة 10 و20 و100، أن هذا البرنامج ليس لذلك الغرض، وإنما انعقد هذا البرنامج لتنقية التراث. وعندما أقول التراث يعني الموروث الروائي في أي دائرة معرفية كانت، سواء كانت في دائرة المعرفة التفسيرية أو الفقهية أو التاريخية أو القصص أو المعاجز أو الأدعية أو روايات الأخلاق أو أي دائرة من دوائر المعرفة الدينية. هناك تراث وهناك موروث روائي أموي إسرائيلي أعزائي. نعم، هذه القضية قلت اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين من سنة وشيعة، لا يوجد اختلاف في هذه المسألة أعزائي. الجميع متفق أن هذا الموروث الروائي ليس باق على نصاعته وطهارته ونقاوته، بل لوث بالإسرائيليات والكذب إلى ما شاء الله. نحن في هذا البرنامج نريد أن نعرف كيف ننقي هذا الموروث الروائي، سواء في بعده عند أهل السنة أو في بعده عند الشيعة. ولذا هذا الخطاب أعزائي ليس موجها إلى مدرسة أهل البيت فقط، وإنما هو موجه إلى مدرسة أهل السنة قبل مدرسة ماذا؟ الشيعة، لأن المدرسة الرسمية في ذلك الزمان كانت أي مدرسة؟ هي مدرسة أهل السنة. والمصنفات والموروث والوضع والكذب والإسرائيليات وكذا كانت كلها بمرأى ماذا؟ بمرأى من السلطات الحاكمة، سواء كان على مستوى الخلفاء الأول والثاني والثالث، أو في عهد بني أمية، أو في عهد العباسيين. وإذا كان هناك وقت لبينت للأعزة ما هي أسباب الوضع للروايات. أذكر لكم أعزائي نموذجا واحدا من التراث السني أو تراث أهل السنة، ونموذجا أو نموذجين من تراث ماذا؟ من تراث الشيعة. التفتوا لي أعزائي، القضية بيني وبين الله، يعني ضعوا العواطف وضعوا الضجيج وضعوا الغرض والمرض والجهل، خلوه على جانب أعزائي، كونوا منصفين معي، أنا دا أتكلم معكم بمنطق علمي أعزائي. انظروا أعزائي إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب على صغره لا يتجاوز أعزائي حجم الكتاب 150 صفحة أعزائي. أنا بودي أن الأعزة في هذا اليوم يدخلون على الموقع ويأخذوا هذا الكتاب ويطالعوه. انظروا إلى عنوان الكتاب أعزائي، يقول: جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين. عجيب عجيب. يعني ماذا فعل البخاري؟ بيني وبين الله الكلام ماذا يتكلم مع شخص البخاري، هو من أهل السنة، هو ليس شيعيا، ولكن يقول أن المنهج الذي اعتمده البخاري لأخذ الحديث هذا انتهى إلى تدمير الدين. التفتوا إلى العبارة مرة أخرى: إنقاذ الدين من إمام المحدثين. أعزائي، أنا أريد أن أنقذ الموروث الروائي
في بعده عند أهل السنة، في بعده عند الشيعة، أنقذه من ماذا؟ مما لحقه، مما لصق به من الوضع، من الدس، من التزوير، من الإسرائيليات، من إلى ما شاء الله. أعزائي، لو أنقل لكم بعض الأرقام، واقعا الإنسان لا يمكن أن يتحمل، وواقعا لعلي أعذر بعض أولئك الذين فقدوا توازنهم في الرد علي، واقعا لأن الصدمة جد ماذا؟ جد قوية، أنه كيف يمكن أن يكون في تراثنا هذا. واللطيف أنه العناوين التي يستعملها، التفتوا جيدا، يقول البخاري والقرآن الكريم، يجمع الروايات التي تكلم فيها عن القرآن. واقعا فضيحة في البخاري، واقعا فضيحة. البخاري والرسول الأكرم، كونوا على ثقة. يعني الإنسان عندما يقرأ مجموعة الروايات الواردة في البخاري، بعد بعبارة أخرى من حيث السند، يوجد إشكال في السند أو لا يوجد؟ على مباني السنة أصح كتاب بعد كتاب الله. يعني من حيث السند، هذا هو المعيار السندي، هذا هو المنهج السندي. ولذا أعزائي، المنهج السندي طامة على الرواية. واقعا المنهج السندي أدى إلى جناية في الدين أعزائي. لماذا؟ لأن الذين وضعوا الروايات لم يكتفوا بوضع المضامين، وإنما وضعوا ماذا؟ وضعوا الأسانيد أيضا. هذا على مستوى. بعد على مستوى أهم كتاب، إذا لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه خطابنا موجه إلى كتاب السليم، أو خطابنا موجه إلى كتاب تفسير القمي، أو خطابنا موجه إلى الكافي. أنا خطابي موجه بشكل عام إلى الموروث الروائي. هسه قد تقل الدرجة هنا 10، قد تزداد هناك 10، ولكنه أصل القضية لا يوجد فيها خلاف بين أحد من علماء المسلمين. لو تعطون تفاصيل هذا الكتاب. أحسنتم، الجيد. أعزائي، زكريا أوزون، جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين. أعزائي جيد جدا، التفتوا جيدا أعزائي. ما يقول؟ الطبعة الأولى سنة 2400 من الهجرة. يقول البخاري والقرآن الكريم، البخاري والرسول الأكرم، البخاري والديانات الأخرى. 2004 بل البخاري والحكم والصحابة، البخاري والمرأة، البخاري ومجموعة متناقضة. خلاصة أنا بودي هذه الليلة سني أو شيعي يطالع ماذا؟ حتى يعرف، مع أنه كان أو حاول أن ينتخب هذه الروايات أصح الروايات سندا، ولكنه لأنه الميزان وهو القرآن لم يكن في الاعتبار، وقع ماذا؟ في هذه الجناية.